وكافه المشاهدين. مرحبا، تفضل لك الخط. يعيشك. ساعة باش نبدا انا اللي من حق كما قالوا الاخوين الكل، اللي من حق الناس الكل باش تظل من التحكيم، وهذا مشروع للفرق الكل. اول فريق عمل ندوه صحفيه السنه باش تظل من التحكيم هو فريق النادي الافريقي، وريناه سور اكران وورينا لي فوت الكل داربيتراج، وديما نقعدوا ناكدوا اللي التحكيم داخل في اللعبه، مستوى التحكيم في تونس ديما نعطيو في الاكزومبل هذايا في مستوى التيران تاعنا. التحكيم تاعنا في تونس ضرب برشا النادي الافريقي، بتات الانديه الاخرى ما نحبش نتكلم عليها، لكن انا نحكي على فريقي وباش نحكي بالاساس على مرحله الاياب. عندنا 3 ضربات جزاء، لو تم تصفير واحده فيها افيك لو بورسونتاج دو ريسيت تاع نجاحنا في تنفيذ ضربات جزاء اثناء رانا عملنا دوره شرفيه في الديربي، والحكم اللي حرمنا من ضربه جزاء واضحه اللي كافه البرامج الرياضيه وكافه المحللين اقروا بشرعيتها، هي ضربه جزاء اللي ما ظفرها لناش في المستير الحكم ياسين حروش، اللي قاعد يتم اتهامه منذ اسبوع بانه ما نعرفش معناتها ما ظفرش مليح في الدربي، ولا تحامل على الفريق المنافس، ولا عاون النادي الافريقي، كل واحد كيفاش يبلورها وكل واحد كيفاش يعطيها بطريقه مباشره او غير مباشره. هذا الكل باش نحط الامور في اطارها، النادي الافريقي تظلم ظلم كبير عام السنه، وانا متاكد لو تم تصفير ضربه جزاء واحده اللي الناس الكل اقرت بشرعيتها، ونحكي كاش على مرحله الاياب، راهو النادي الافريقي قام بالدوره الشرفيه نتاعو في الدربي، ونعاود نذكرك فيهم مثال ضربه جزاء نتاع جابو 93 في جابس، ضربه جزاء نتاع خليفه في المنستير، وضربه جزاء نتاع الميكاري ضد لتوال في رادس، ونتاع مراد الهزلي وصابر خليفه ضد لتوال في رادس، هذوما ضربات جزاء اقروا بهم الناس الكل. انا با في دو بلاتو وانا با في دو بروباغوند، وخرجنا وتكلمنا قلنا نستحقوا الهزيمه ونبنيو، وما سبيناش وما ضربناش صحفيين وما اعتديناش على الصحفيين، لكن للاسف غيرنا عمل وغيرنا من بعد، وهذا حقه مشروع ما يسالش، احنا في اطار التفاعل خاطرنا ندافع على جماعتنا، وغيرنا مشروع ما يسالش يقول اللي يحب، لكن احنا ما عملناش هذايا، وقعدنا ديما في صوره اكثر فريق استنفع للاسف، والانديه كلها تضرت. النادي الافريقي بالاتهامات هذيا المباشره والغير مباشره، خاطر ديما نقول الافريقي يستحق، اما الحكم رشوه، الحكم رشوه من شكون؟ يا اخي من المريخ شو اسمه كوكب المريخ هو اللي يرشي فيه. الحكم يا اخي عنده رشوه من شكون؟ من فرق من خارج تونس، ما هو المتهم بطريقه غير مباشره ديما هو النادي الافريقي ورئيس النادي الافريقي وهلم جر. هذوما الكل للاسف كيف الناس ما تحبش تواجه، ما تحبش تقول الكلام كما هو، الناس عملت ندوات صحفيه اتهمت النادي الافريقي وقت اللي وقف كامل على النادي الافريقي في مصر، احنا قعدنا مركزين على الماتش نتاعنا، اي بورتون كان عندنا ضغط كبير من الاحباء نتاعنا للتدخل ولوضع النقاط على الحروف. اذا كان نحكيو على الدربي اللي تعدى والحكم نتاع الدربي اللي تعدى، الناس الكل تفرجت، وانا نحترم برشا راهو الانديه الكل نحترم برشا، ونحترم برشا الترجي والنجم والانديه الكل، الناس الكل تفرجت واقرت اللي النادي الافريقي وهما بيدوا مسيره تاع الترجي ونشكروهم، اللي اقروا واستعرفوا بجداره النادي الافريقي ويعطيهم الصحه، واحنا بدنا شفنا ذا، لكن حتى حد ما شفنا الحمله اللي تعاملت على الحكم نتاع ديربي روتور ما تعاملتش على ديربي ليه، اللي هو ديربي ليه وريناه احنا بار 1+2 اللي الحكم غير نتيجه المباراه اللي كانت ماشيه لانتصار النادي الافريقي، وريناها اي بورتو خرجت الناس الكل دون ما ظفر الاربيتر، الناس الكل قالت من الاربيتر، قالوا لكم ورينا اللي الهدف الاول نتاع الترجي كان رمي تماس النادي الافريقي والحكم اشار لرمي تماس النادي الافريقي، لكن لعبها الترجي ومارك الهدف الاول، اللي الترجي التونسي عنده زوج ورقات حمراء، نعاود نذكرهم مثال يقولوا يعاود نتاع الشعلالي ونتاع افول بالكوت بوان في وجه جابو اللي تحولوا سنيه وقتها في التيران، هذوما الكل صاروا في دربي نتاع ليه، وما صارتش الضجه ذي كلها على موسكولات بارديريير اللي هي في بقعه ميته وعلى اورجو ينجم يتزفر يا خويا نقر اللي هو صحيح. هل هذا غير نتيجه المباراه؟ مع احترامي للترجي مش فيها، لكن في مباراه ما جات ضدنا فيها حتى فرصه يا رسول الله، يا رسول معناتها سامحوني معناتها ندوه صحفيه اقل ما يقال عنها فيها برشا جرأه، الحق نتاع ربي برشا جرأة باش يتم التجييش هذا الكل والتحاط هذا الكل، والعاود نقولها لولا ياسين حروش اللي ما ظفرناش بالجزاء في المسيره النادي الافريقي من المفروض يقوم بالدوره الشرفيه نتاعو في رادس نهار 3 اللي تعدى. نعاود نزيد نقول لك زاد كيف خاطر عنده الحق سي مختار كيف يقول خبافه الاربيتر زاد في دربي لا كان تحكي بالمنطق نتاعك سي مختار نحترموك برشا. في دربي لا كيف اربيتر انا اذا كان خرج بورقه حمراء وقت اللي جابوا سميه في التيران راهو ريزلتاو غير نوتش، وهذا المنطق نتاع الكره نحكوا به الناس الكل. كيف زاد كيف الناس الكل تحكي على الرشوه وتحكي على كذا بالتلميح وما نقصدوش النادي الافريقي، لكن في الخفايا نقصدوا في النادي الافريقي. اكثر نادي تم اتهامه، اللاعبين تمسوا، المسؤولين تمسوا، الجمهور تمس، الناس الكل تمست، وتوا
قاعدين نخرجوا في الحكايات من اللي احنا في مصر وكيف رجعنا نحكيوا على تراجيديا الجرجيس. هذا اولا تاع قله احترام في فريق اللي ورى للناس الكل الثناء، اللي هو فريق رغم امكانياته المحدوده ورغم صعوده، الناس مش تحكي فيه بتاتر اللي فيها الريكورد الثناء بكونهم بالكلاس الخامس، رغم صعوده من الدرجه الثانيه عمل له باركور اكسبسيونيل بملاعبيه منضبطين وملاعبيه باهين، مشاو فيهم المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. معروفين اهالي الجنوب واهالي جرجيس ومدنين وجربه وجابس وقبلي وتوزر معروفين بالشهامه نتاعهم ما يدخلوش في الامور هذيك، واحنا كنادي افريقي كمدرسه مستحيل ندخلوا في الامور هذيك. احنا بحول الله عاقدين العزم، عندنا ثقه في ملاعبيتنا، عندنا ثقه في جمهورنا، عندنا ثقه في مبادئنا، عندنا ثقه في قيمنا، بحول الله ربي يجينا في الصواب، وماذا بينا هالمسلسل هذايا ينتهي. واذا كان على تنظيف الكره في تونس فانا من اول الناس اللي ندعو ليه مش تو من الوقت اللي بورقيبه رئيس مش تو ندعو فيه احنا تنظيف الكره في تونس، لكن للاسف الناس الكل ذكرت تنظيف الكره في تونس من شهر مارس. انا نتذكر حضرت في بلاتو في قناتكم اللي انا ياسر نحترمها، كان معي مسؤول من الترجي اللي قاعد يشكك في التحكيم مده اسبوع، وقتها انا جبت على نقطه وديما نقول في كلام الاحترام انه ما جرحش الناس. هو ربع يديه وش قال؟ قال ثقتنا كامله في الهياكل الرياضيه، شهر التالي هذا في عادل. ربع يديه واتكل تالي وقال ثقتنا كامله في الهياكل الرياضيه، واي قرارات من الهياكل الرياضيه عندنا فيها ثقه، واحنا فريق كذا وكذا. هذاك كلام معقول ورزيد، وتم تسويقه لانه كلام معقول ورزيد. شفت اسابيع بعد في اول هزيمه واضح رشيد شفنا النفاق. احنا للاسف ماذا بينا نحكيو بالون، لكن ولا نحكيو ياسر سون بالون. وصلت الفكره رشيد، وسلم على الجماعه الكل. ميرسي. شكرا ليك رشيد الزمري ناطق رسمي باسم النادي الافريقي، شكرا ليك. تعقيب